حضرتك انت حضرت برايم قبل كده؟ انا حضرنا البرايم. صح. ايه حضرت. حضرنا. كنتوا هائلين. كندا الجزائر. اهلين خديجه من عيسى. لا الحمد لله. بونسوار سونيا. مرحبا. سفر مغربيه كيفك؟ بخير الحمد لله. كنزه لاباس عليك؟ الله خير بصح ما يكون باس ان شاء الله بالشفاء. تفضلي. شكرا على المجهود ان شاء الله بالصحه والسلامه. كيف العائله؟ الحمد لله. كنا شفنا الوالده ديالك عظيمه. شفناها طبعا في التلفازه. تبارك الله عليها. نسلم عليها كثير. اليوم غتغنوا لنا كلكم غتغنوا شي مره. الحمد لله ماشي الحال. بارك الله فيك. بعد الاكل. انت من اي مدينه؟ بعد الاكل لا قبل. شاي مغربي يعني لازم قبل بدهم يطوروا بالاكل. انا اقترح قبل وبعد. قبل وبعد مثل الدواء. زوينه فيها مناظر. بحار مزيان ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله تجي فرصه. انا كنت رحت الجزائر كذا مره في اطار الشغل طبعا. ليش تحكي؟ اي والله صفات فيك ولات عندي. ليش تضحكي؟ طب خلاص. كيف؟ دابا هذه الاخت الجزائريه تذكرنا بعيد الاستقلال المغربي. وطبعا هذا يثلج القلب لان احنا كمان في نفس الوقت يعني نحتفل مع الاخوه الجزائريين الاشقاء باعيادهم. وهناك طبعا مبادلات رسائل رسميه بهذه المناسبه. اخوه الجزائر الاشقاء وما من دمنا ولحمنا، وان شاء الله دائما نبقى في تطلع للافضل ان شاء الله باذن الله.